السلام عليكم يا دكاترة. هنتكلم على البرين تيومرز. البرين تيومرز عامة بتتقسم لبرايمري برين تيومرز وسكندري برين تيومرز. السكندري برين تيومرز دي بتبقى ميتاستاسيز من تيومرز تانية في الجسم، تمام، بتنتشر وتوصل للمخ. فغالبا السكندري بيبقى مثلا تيومر في اللنج، تيومر في البلاد مثلا وعمل ميتاستاسيز، ليمفوما وعملت ميتاستاسيز في البرين. فدي بتبقى الجزء بتاع السكندري برين تيومرز. ولكن احنا النهارده هنركز على البرايمري برين تيومرز اللي الاوريجن بتاعها اصلا في الاصل هو السيلز بتاعه السنترال نيرفس سيستم. تمام. البرايمري برين تيومرز بتتقسم لادلت تيومرز وتشايلد هود تيومرز. الادلت تيومرز زي الجلايوبلاستوما مالتي فورم والاوليجودندروما والمينينجيوما والهيمانجيوبلاستوما والبيتيوتري ادينوما، وكل واحد فيهم له سيل او له اوريجن. تمام. كمثال يعني الجلايوبلاستوما طالعه من الجلايال سيلز، الاوليجودندروما طالعه من الاوليجودندروسايتس لو انتوا فاكرين، المينينجيوما طالعه من طبقات المينينجيس، الهيمانجيوبلاستوما طالعه من البلاد فيزلز اللي موجوده في السي ان اس، والبيتيوتري ادينوما طالعه من البيتيوتري جلاند. اما التشايلد هود تيومرز فدول غالبا طالعين يا من خلايا هي اوريدي موجوده في السي ان اس، او حاجه بنسميها البريميتيف سيلز، او اللي هي الاندفرنشيتد سيلز اللي بتبقى موجوده في فتره الامبريولوجي، وبعد كده بتديجنريت او بتكون حاجه تانية زي النيورال كريست سيلز وخلافه يعني. فساعات الايه السيلز دي ما بتختفيش بالكامل او بيبقى منها شويه، ودول اللي بيعملوا بعض التيومرز. عندنا اول تيومر في التشايلد هود تيومرز البايلوسيستيك استروسايتوما، وزي ما هو واضح من اسمه طالع من الاستروسايتس، وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، بس دي مايند ماب كده اللي هو ايه بنفتح كلام مع بعض يعني. الميدالوبلاستوما دي طالعه من خلايا اسمها ميدالوبلاست سيلز، ودي بتديجنريت بعد كده، ولكن هي لو ما حصلهاش ديجنريشن بتعمل التيومر ده. الابندايموما طالعه من الابندايمال سيلز، والكرينيو فارنجيوما دي طالعه من حاجه اسمها الراتكس باوتش، ودي الحاجه اللي بتكون منها بعد كده الانتيريور بيتيوتري يعني. هنعرف الكلام ده لما نيجي نشرح دلوقتي بالتفصيل. والباينيالوما تيومر في الباينيال جلاند. ديت التيومرز اوفر فيو. تمام. الادلت تيومرز والتشايلد هود تيومرز. هنبدا الاول نتكلم على الادلت برين تيومرز، ودي مايند ماب انا عاملها عشان انا بحب الكي ووردز كلها تبقى قدام عيني في مايند ماب واحده وبكالر كودنج كده، بحيث ان انا يبقى سهل عليا افتكرها في الامتحان. ولكن احنا هنقرا الاول من الجدول بتاع الفيرست ايد، وبعد كده نشوف الكي ووردز اللي انا عايزك تعرفها في المايند ماب دي. مشكله التيومرز انها بتعتمد على الحفظ شويه، انت محتاج تعرف شويه كي ووردز في كل تيومر. تمام. هم دول اللي هيفتحوا لك او هيسهلوا عليك انك تعرف التيومر ده في الكيس سيناريو. اول ادلت برين تيومر اللي هو الجلايوبلاستوما. الجلايوبلاستوما ده عباره عن جريد 4 استروسايتوما، وطالما قلنا جريد 4 استروسايتوما فمعنى كده ان هو مالجنانت ولا بيناين؟ هو كده مالجنانت تيومر. وطالما قلنا جريد 4 معنى كده ان هو سيفير ولا هيبقى يعني لو جريد؟ طالما جريد 4 يبقى هو سيفير جريد، فهو يعني بيدمر العيان حرفيا. والجلايوبلاستوما طالما قلنا انها استروسايت ان اوريجن اربط على طول بالجي فاب بوزيتيف، وجي فاب دي اختصار جلايال فايبريلاري اسيديك بروتين، ودي عباره عن ماركر او تيومر ماركر بنعرف بيه الاستروسايتوما. تمام. وليها سودو باليسيدنج ابيرنس. طبعا الحاجات اللي انا معلم لك عليها بالاصفر ده هي الكي ووردز اللي بتيجي في الكيس سيناريو اللي هتعرف منها ان دي مثلا جلايو بلاستوما. تمام. فالمهم ان انت تعرف الجلايوبلاستوما انها جريد 4 استروسايتوما، ليها اوريجين من الاستروسايتس اللي موجوده في السي ان اس، وطالما الاستروسايتس فليها تيومر ماركر اللي هو الجي فاب بروتين او اللي هو جلايال فابيلاري اسيديك بروتين، وبتبقى تحت الميكروسكوب او في الهيستوباثولوجي بتبان على شكل سودو باليسيدنج بليومورفيك تيومر سيلز اللي هي بالشكل اللي قدامك في الصوره دي. تمام. سودو باليسيدنج اللي هو بيبقى حته فاضيه كده وحواليها الخلايا باليسيدنج بالشكل ده.
تمام. دي الايه الهيستولوجي بتاع الجلايوبلاستوما. الجلايوبلاستوما في السي تي او في الام ار اي بتبان بشكل مميز جدا، بنشبهه بالباترفلاي او بالفراشه، لانها بتكروس الميد لاين بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا واضح من الشكل التيومر في الام ار اي ان هو هيبقى سيفير، لان هو انت شايف واكل حته قد ايه من البرين وبيعدي كمان الميد لاين، فهو بيبقى يعني كاتاستروفيك تيومر بيدمر العيان حرفيا. بيبقى في ارياز اوف نيكروزس وهيمرج موجوده في التيومر، ومايكرو فاسكولار بولوريفليشن عشان التيومر ده يبدا يغذي الخلايا بتاعته. حته برضو المهم تعرفها ان الجلايوبلاستوما بنشبهها بالباترفلاي جلايوما عشان هي بتكروس الميد لاين، وكان في ستراكشر كده في الميد لاين اللي هو الكوربس كالوزم. لو انت فاكر من حصه النيورو اناتومي كنا اتكلمنا على الكوربس كالوزم وقلنا ان هو بيوصل التو هيمسفيرز ببعض. فالجلايوبلاستوما بيبقى بالشكل اللي انت شفته ده. المرض اللي بعد كده او التيومر اللي بعد كده اللي هو الاوليجو دندروجلايوما. الاوليجو دندروجلايوما ده انا بحب اطلق عليه كده مرض الفراخ او تيومر الفراخ والبيض. ليه فراخ وبيض؟ عشان هم حتى شبهوا في الهيستولوجي بان هو له حاجه اسمها تشيكن واير كابيلاري باترن، وشكل الخلايا بيبقى فرايد ايج سيلز. ايه فكره بقى التشيكن واير والفرايد ايج سيلز دي؟ تعال نشوف كده مع بعض. هم شبه لك الخلايا بتاعه الاوليجو دندروجلايوما بانها عباره عن بيض عيون، تمام، زي ما انت شايف كده. ادي البياض بتاع البيض وده الصفار، كانها شكل فعلا الايه البيض العيون. انت عارف بقى بتوع الهيستوباثولوجي وبتوع الباثولوجي بيقعدوا طول النهار يبصوا في شرايح، فيعني بيتخيلوا حاجات غريبه. بيبقى جعان، ده غالبا كان جعان وهو بيشوف السلايد فشافها على شكل ايه بيض عيون، تمام. وبيقول لك برده ان بيبقى فيه تشيكن واير ابييرنس، تمام. دي واضحه اكتر يمكن في الصوره اللي انا جايبها هنا، تمام. التشيكن واير ابييرنس اللي هي عامله شبه عشه الفراخ كده، شكل عشه الفراخ حاجات داخله في بعضها كده. فدي التشيكن واير ابييرنس في الهيستوباثولوجي بتاع الاوليجو دندروجلايوما، تمام. مهم تعرف ان ده يعتبر ريلاتيفلي رير تيومر، مش بيجي كتير، وهو سلولي جروينج، بينمو ببطء جدا، وبيجي في الفرونتال لوبز. طالما بيجي في الفرونتال لوب يبقى انت من مذاكرتك كده للنيورو تتوقع ايه هي السيمتومز اللي هتبان على العيان، تمام. ايوه، السيمتومز بتاع صاحبك السرسجي اللي ما عندوش انهبيشن، اللي بيمشي عاكس في اللي رايح واللي جاي، تمام. اللي ما عندوش اخلاق بربع جنيه. تعتبر نفس الاعراض بتاع الفرونتال لوب ديمنشيا، وهتزود عليها شويه الاعراض بتاع التيومر، زي ان ممكن التيومر يضغط على حاجه او يزود الانتراكرينيال بريشر فيعمل فوميتنج، شويه حاجات كده خاصه بفكره والاوليجو دندروجلايوما ده شكله في السي تي والام ار اي بيبقى مميز، بيبقى زي البيضه كده او بقعه في الفرونتال لوب، وغالبا بتكون كالسيفايد فبتكون منوره في الام ار اي والسي تي زي ما انت شايف كده هنا اهو. دي عباره عن اوليجو دندروجلايوما زي ما انت شايف كده. ممكن اوريك صوره تانية ليها هنا، الصوره اللي انا جايبها هنا، شايف كالسيفايد ومنوره ازاي في الام ار اي بالمنظر ده. بعد كده هنتكلم على المننجيوما. المننجيوما هو عباره عن بناين تيومر بيطلع من طبقات المننجيس اللي كنا اتكلمنا عنها. احنا قلنا ان المننجيس عباره عن بيا واراكينويد وديورا ماتر، بيطلع من اي طبقه من طبقات المننجيس، تمام. الفيميلز بتصاب بالمننجيوما او بيجي لها مننجيوما اكتر من الميلز. وفي حته مميزه قوي بتعرفك التيومر ده او بيتفرق لك مثلا الاوليجو دندروجلايوما عن المننجيوما، لان المننجيوما برضو ساعات بتيجي في الفرونتال لوب فبتبقى بتلخبط شويه ما بينها وما بين الاوليجو دندروجلايوما. والفرق ما بينهم ان المننجيوما بيبقى ليها ديورال اتاتشمنت، هي ماسكه في الديورا فبتعمل حاجه شبه التيل، او بتبقى ماسكه في المننجيز بحته كده طالعه. اوريها لك في الصوره دي اللي بتخليك تتاكد 100% انها مننجيوما زي ما انت شايف كده، ماسكه في المننجيس اهو بالشكل ده، تمام. يبقى دي مننجيوما، وهي بناين تيومر بتتشال دلوقتي بحاجه اسمها الجاما نايف، بيشيلوها بيعملوها ريسكشن براديو سيرجري. الجاما نايف دي عباره عن راديو سيرجري لانه لقوا انها ريكارنت وممكن ترجع، فكل شويه مش هنفتح دماغ العيان عشان نشيلها، فالجاما نايف بيحرقها بالليزر كده بشكل معين او بتكنيك معين، عشان حتى لو حصل لها ريكارنس يقدر يشيلها تاني بالسيرجري او يشيلها برضو بالجاما نايف على حسب الحاله. بيبقى المننجيوما دي اراكينويد سيل اوريجين،
شكل السيلز في تحت الميكروسكوب بتبقى سبندل سيلز، وبيبقى في حاجه اسمها السمومه بادز. وهنا يستحضرنا ان احنا نذكر السمومه بادز دي كانت موجوده في انهي تيومرز، او نجمع كده التيومرز اللي كان بيبقى معاها سمومه بادز في المنهج كله، في الباثولوجي كله. انت عندك التيومرز اللي كان بيبقى فيها سمومه بادز 2 بحرف الام و2 بابيلاري، تفتكرهم بالشكل ده. الاثنين اللي بحرف الام اللي هم المينينجيوما اللي احنا بنتكلم عنها، والميزوثيليوما دي هتسمعها ان شاء الله في البلمونري، ده مرض في التيومر طالع من اللنج، تمام، هتاخدوا بيه التفصيل في البلمونولوجي. اما التو بابيلاري تيومرز، بابيلاري ثيرويد كانسر وبابيلاري اوفيريان كانسر، كل واحد فيهم برضه هيتذكر في مكانه. البابيلاري ثيرويد هيتذكر في الاندوكراينولوجي، والبابيلاري اوفيريان هتعرفوا بالتفصيل في الريبرودكتيف. يبقى احنا كده جمعنا الايه الحاجات اللي بيبقى فيها سمومه بادز. السمومه بادز دي بالمناسبه يعني عشان تبقى عارف ايه هي، عباره عن لاميليتد كالسيفيكيشنز كده، عامله زي طبقات، فبيبقى شكلها تحت الميكروسكوب شبه طبقات الايه البصل كده، فاهم؟ عشان كده سموها سمومه بادز، بتبقى كالسيفايد لاميليتد كالسيفايد ليجن بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. التيومر اللي بعد كده هنتكلم على تيومر اسمه الهيمانجيوبلاستوما، ومن اسمه طالما هيمانجيو يبقى جايه من فاسكولار اوريجن، او جاي من البلاد فيزلز او بلاد فيزل لو بلاد فيزل اوريجن. اشهر مكان بيجي في الهيمانجيوبلاستوما هو السيربيلم. يبقى الاعراض اللي هتيجي على العيان ده هتبقى اغلبها اعراض سيربيلم، يعني هيبقى فيه اتاكسيا، هيبقى فيه كاينيتيك تريمورز، هيبقى فيه اللي هي الاعراض بتاع ان السيربيلم انضرب. وطبعا انت يعني لو مذاكر كويس تبقى فاكر الاعراض دي كلها وتبقى عارفها احسن مني دلوقتي. وده بيبقى اسوشيتد مع مرض، او جبنا سيرته في الحصه اللي فاتت مع الفون هيبل ليندو، قلنا ان الهيمانجيوبلاستوما ده تيومر بيجي مع الفون هيبل ليندو سيندروم، بيبقى له بلاد فيزل اوريجن. ده اللي انا عايزك تعرفه عن الهيمانجيوبلاستوما. بعد كده عندنا البيتيوتري ادينوما. البيتيوتري ادينوما دي يعني اشهر تيومر، واظن انت عارفه حتى من الكليه، وهو بيبقى عباره عن تيومر فيه السيلز اللي بتكون البيتيوتري. ولو انت فاكر من الكليه، في البيتيوتري ادينوما كانت بتبقى يا اما طالعه من اللاكتوتروفس، يا اما من السوماتوتروفس، يا اما بتكون نون فانكشنال تيومر بس بتعمل اعراض كومبريشن. ولما بتيجي تعمل كومبريشن بتعمل كومبريشن على الاوبتيك نيرف او الاوبتيك كازما، فتعمل حاجه اسمها باي تمبورال هيمو انوبيا. الباي تمبورال هيمو انوبيا دي اللي هو انت مش شايف التو لاترال سايدز اوف ذا وورلد، فاهم؟ اي حاجه في اللاترال سايد بتاع الفيجن فيلد بتاعك انت مش شايفها، بالظبط كده زي الستات لما بتيجي تسوق عربيات، تمام؟ بالنسبه لها المرايات دي مش موجوده، ما بتبصش على الجنبين، بتقوم كسره يمين او شمال على طول. طبعا انا بهزر يعني، ستات احسن ناس بتسوق، ولكن الباي تمبورال هيمي انوبيا انا بحاول بس ايه اشبهها لك كده عشان تفتكرها، تمام؟ السوماتوتروفس دي الخلايا اللي كانت بتفرز الجروث هرمون والتي اس اتش والاي سي تي اتش والاف اس اتش، فلو حصل فيها تيومر هتطلع الهرمونز دي بزياده. طبعا هتطلع جروث هرمون بزياده، فتعمل لك ايه؟ تعمل لك جايجانتيزم، او تعمل لك اكروميجالي لو الشخص ده ادلت. هتعلي التي اس اتش فتعمل لك ايه؟ هايبر ثايروديزم. هتعلي الاي سي تي اتش فتعمل لك اعراض بقى من الادرينال جلاند، وتعلي الاف اس اتش والال اتش، تلخبط الهرمونات بتاع البيشنت، تمام؟ اللاكتوتروفس دي كانت هي المسؤوله عن الافراز بتاع البرولاكتين، وبنسمي الكلام ده برولاكتينوما، تمام؟ عشان العيان بيبقى عنده برولاكتين بزياده. البرولاكتين بيزيد، لما البرولاكتين بيزيد ده بيقوم عامل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الاف اس اتش على طول، فالعيان ده بيبقى بيجيله جلاكتوريا، يبدا يفرز حليب، تمام؟ او لو هي فيميل تبدا تفرز حليب من البريست بتاعها. يحصل امينوريا في الستات، الدوره تبدا تنقطع خالص، تمام؟ الجاينيكوماستيا لو جه في راجل بتبدا البريست بتاعه يكبر ويحصل له جاينيكوماستيا اللي هو التسدي يعني. وديكريز الليبيدو برضو في الرجاله، لان طبعا البرولاكتين عالي والاف اس اتش وطي، فتبدا السكشوال درايف تقل جدا عند البيشنت ده. دي البيتيوتري ادينوما، تمام؟ نفس الكلام هو اللي مكتوب هنا بالظبط اللي قلناه من شويه. واللاكتوتروفس اللي بتطلع برولاكتين اهي بتعمل هايبر برولاكتينيميا، ولو كانت في السوماتوتروفس وزودت الجروث هرمون هتعمل اكروميجالي او جايجانتيزم. الاي سي تي اتش هتعمل كوشنج ديزيز، ولو اصابت الجونادوتروفس الاف اس اتش والال اتش
هيبداوا يزيدوا في العيان ده. اخر تيومر معانا في الادلت برين تيومر هو الشوانوما، والشوانوما ده كنا جبنا سيرته من في الحصه اللي فاتت برضو لما كنا بنتكلم على ان الايه النيورو فايبروماتوزيس او النيورو كيوتينيوس ديس اوردرز، وجبنا سيرته في تحديدا في النيورو فايبروماتوزيس تايب 2، وقلنا ان بيحصل بايلاترالي وبيضغط على نيرف طالع من السيربيلو بونتاين انجل اللي هو الفيستيبولو كوكليار نيرف، فده بيأثر على السمع بتاع العيان. يبقى هوت كلاسيكلي الشوانوما بتطلع من السيربيلو بونتاين انجل وبتضغط على كرينال نيرف الثامن اللي هو الايه الفيستيبولو كوكليار نيرف، وده بيعمل ايه بيعمل هيرنج لوس وتينيتس في البيشنت. تينيتس دي معناها زنه في الودان كده، بيحس بزنه في ودانه في البيشنت اللي هم عندهم شوانوما. ممكن برضو تيجي يونيلاترال، مش لازم تيجي بايلاترال، بس لو جت يونيلاترال ممكن تبقى مش تبع النيوروفايبروماتوزيس. الشوان سيلز ليها تيومر ماركر اسمه الاس 100 تمام. وشكل التيومر ده تحت الميكروسكوب بيكون بايفيزيك دينس هايبر سيلولار ارياز كونتيننج سبندل سيلز وهايبوسيلولار وميكزويد ارياز تمام. دي الحاجات اللي بتبقى موجوده في الشوانوما زي ما انت شايف. ولو انت فاكر كنا اتكلمنا في الشوانوما عن حاجه اسمها انتوني اي وانتوني بي، قلت لك الانتوني اي هايبر سيلولار والانتوني بي هايبو سيلولار. خليني اوريها لك دلوقتي اهو. الانتوني اي هايبر سيلولار اريا والانتوني بي هايبو سيلولار اريا، ديت التقسيمه الهيستولوجيه يعني لو انت مهتم بالباثولوجي وكده. فدي التقسيمه الباثولوجيه او في الباثو او في الهيستوباثولوجي للشوانوما. وده شكل البايلاترال شوانوما اهو زي ما انت شايف، طالعين من السيربيلو بونتاين انجل على الناحيتين. العيان ده بنسبه كبيره جدا عنده نيورو فايبروماتوزيس تايب 2، وده شكل الهيستولوجي بتاعها. برضو دي صوره تانية بتوضح لك البيتيوتري ادينوما. دي البيتيوتري جلاند بتبقى موجوده في الحته هنا كده، كان اسمها زمان في الاناتومي السيلا تيرسيكا تمام. فالتيومر اللي بيبقى طالع من الحته اللي فوق السيلا تيرسيكا دي اللي هو ايه البيتيوتري ادينوما. وده شكل الباي تمبورال هيمي انوبيا اهو، بالنسبه له نص العالم اللي الناحيه دي كله راح تمام، اللي هو مش شايف بس غير الميديال سايد بتاع الايه العالم يعني حواليه. طيب خلينا نبص على اللي احنا اتكلمنا عليه دوت في المايند ماب. دي البيتيوتري ادينوما اتكلمنا عنها وشرحناها. خلينا ندخل على الشوانوما بعدها على طول. الشوانوما جنرال بتبقى اوكرز ات سيربيلو بونتاين انجل، دي اهم حاجه تعرفها عنها. بتضغط على الكرينيال نيرف السابع والثامن. ولو بايلاترال تبقى نيورو فايبروماتوزيس تايب 2. والهيستولوجي اهم حاجه تعرف انها ليها ماركر اللي هو الاس 100. المننجيوما بناين تيومر بيطلع سوبرفيشالي لوكيتد ومن لو اركينويد اوريجن، بيبقى طالع من طبقات المننجيس. شكله تحت الميكروسكوب بيبقى فيه سموما بادز وسبندل سيلز. وده نيمونيك لطيف كده عشان تفتكر من هاف بروبلمز وذ بي اس اي. بي اس اي ده اللي هو التيومر ماركر بتاع البروستاتا تمام. يعني ايه النمونيك فيه شويه علم برضو يعني، حتى النمونيكس عندنا فيه علم. يلا الله المستعان. المين دي هتفكرك بمننجيوما، والمننجيوما فيها بي اس اي، كل واحده فيهم اختصار لحاجه. بي سموما بادز، اس سبندل سيلز، وايه انها من اراكينويد اوريجن تمام. بعد كده الهيمانجيوبلاستوما طالعه من البلاد فيزلز، وممكن تبقى من التيومرز اللي بتفرز هرمونز. وطالما التيومر بيفرز هرمون بنسميه ايه؟ طالما التيومر بيفرز هرمونز يبقى عباره عن بارانيوبلاستيك تيومر تمام. ممكن يفرز الاي بي او ده اللي هو الاريثروبيوتين اللي هو هيزود الريد بلاد سيلز في الدم. والهيمانجيوبلاستوما ده اسوشيتد مع سندروم اللي هو الفون هيبل ليندو سندروم زي ما قلنا. والهيستولوجي بتاعه عباره عن ثين وولد فيزلز تمام، منتشره كده في الهيستولوجي بتاع الهيمانجيوبلاستوما. بيجي في السيربيلم بالشكل ده وبيعمل سيربيلر سيمتومز تمام في العيانين بتوع الهيمانجيوبلاستوما. بعد كده الجلايوبلاستوما مالتي فورم، وقلنا ان هو جريد 4 استروسايتوما طالع من الاستروسايتس. وجنرالي التيومر ده بيبقى مالجنانت وبيكروس الكوربس كالوزم اللي هو الميد لاين تمام، ويعمل الشكل اللي هو الباترفلاي ابيرنس اللي قلنا عليه تمام. دي صوره موضح لك اكتر شكل الباترفلاي ابيرنس اكتر من الصوره بتاعت الفيرست ايد.
والهيستولوجي بتاع الجلايوبلاستوما مالتيفورم بيبقى فيه سودو باليسيدنج تيومر. يعني ايه سودو باليسيدنج؟ يعني في حته فاضيه كده تمام، والخلايا مترصصه حواليها بباليسيدنج ابييرنس بالشكل ده. طبعا ده كلام كله باثولوجي او هيستوباثولوجي، ان الجماعه بتوع الهيستوباثولوجي دول عليهم تشبيهات غريبه بصراحه. واهم حاجه تعرف ان هو جي فاب بوزيتيف. جي فاب بوزيتيف اللي هو جلايل فايبريلاري اسيديك بروتين، عشان ساعات بتيجي في الاختيارات بالاسم الطويل ده. وهنا بقول لك ان الجلايوبلاستوما ليها 3 كي ووردز مهمين جدا، انها جي فاب بوزيتيف، سودو باليسيدنج ابيرنس في الهيستولوجي، وبتكروس الميد لاين ومالجننت. والاوريجو دندروجلايوما، الاوريجو دندروجلايوما هي عباره عن تيومر بيجي في الفرونتال لوب اكتر حاجه، وبيبقى كالسيفايد بالشكل اللي احنا قلنا عليه. الهيستولوجي بتاعه بيبقى تشيكن واير كابيلاري باترن بالشكل اللي انت شايفه ده، شبه ايه العشه بتاع الفراخ كده، والخلايا بتبقى مديه فرايد ايج ابييرنس تمام. وهو كالسيفايد تيومر بيبقى فيه كالسيوم مترسب في التيومر اللي هو الاوريجو دندروجلايوما. كده احنا خلصنا الادلت برين تيومرز، ندخل على التشايلد هود برين تيومرز. التشايلد هود برين تيومرز، اول تشايلد هود برين تيومر معانا البوليسيستيك استروسايتوما، وهو اتسمى بوليسيستيك عشان بيبقى فيه سيستات كده عباره عن شويه مثلا فلويد متجمعين وحته سوليد كده، عباره عن ايه سيستيك وسوليد ماتيريال موجودين جوه سيست تمام. فعشان كده سموه بوليسيستيك استروسايتوما. استروسايتوما يبقى طالع منين؟ طالع من الاستروسايتس، وطالما طالع من الاستروسايتس يبقى يبقى جي فاب بوزيتيف، جلايال فايبريلاري اسيديك بروتين. افضل اعيدها لك لحد ما تحفظها، جلايال فايبريلاري اسيديك بروتين تمام. البايلوسيتيك استروسايتوما ده الموست كومون برين تيومر في التشايلد هود، بيطلع برضه في السيربيلم، وطالما طلع في السيربيلم يبقى هيعمل اعراض سيربيلر اتاكسيا وغيره. وعلى الرغم من ان البوليسيستيك استروسايتوما له جود بروجنوزيس، بس هو لازم يتعمل له سيرجري، والسيرجري ساعات بتسيب بعض السيكولي او بعض الاثار الجانبيه يعني في العيانين بتوع البوليسيستيك استروسايتوما. الهيستولوجي بتاع البوليسيستيك استروسايتوما طبعا هنلاقي فيه استروسايتس، والتيومر ماركر جي فاب بوزيتيف. السيلز نفسها بتبقى هير لايك بروجيكشنز تمام، وبيبقى في حاجه اسمها روذينسال فايبرز، دي كي وورد مهمه جدا لو جات لك في الكيس سيناريو يبقى اعرف ان ده بيلوسيستيك استروسايتوما. خلينا نبص على الروذينسال فايبرز او الروذينشال فايبرز. دي هي عباره عن ايزينوفيليك كروك سكرو، يعني شبه المسمار كده، كروك سكرو فايبرز بالشكل اللي انت شايفه او اللي معلم لك عليه ده. واهو بيطلع فيه السيربيلم، شايف في جزء سوليد وجزء سيستيك او في ميه في التيومر بالشكل اللي انت شايفه ده. ده هو البوليسيستيك استروسايتوما. بعد كده التيومر اللي بعده الميدالوبلاستوما. الميدالوبلاستوما ده الموست كومون مالجنانت تيومر في التشايلد هود، يبقى البايلوسيستيك استروسايتوما ده الموست كومون برايمري تيومر في التشايلد هود وده بناين. اما المالجنانت اشهر حاجه الميدالوبلاستوما. الميدالوبلاستوما دي بيتانفولف السيربيلم وبتكمبريس الفورس فينتركل، وطالما هتكمبريس الفورس فينتركل يبقى هتعمل لك اعراض بقى الهيدروكيفالس، انت سديت تمام الباثوي بتاع السيريبرو سباينال فلويد عشان ينزل بعد كده السباينال كورد، انت سديت الفورس فينتركل فعملت هيدروكيفالس باعراضه بقى الفوميتنج تمام، وضغطت على السيربيلم فتعمل ترانكل اتاكسيا. دي الاعراض اللي بتيجي بالميدالوبلاستوما. وفي حاجه مميزه جدا بيعملها الميدالوبلاستوما، انه بيعمل دروب ميتاستاسيس، يعني بيبدا كده كانه بينقط سيلز فيها كانسر على السباينال كورد، فيبدا يعمل سبريدنج او ميتاستاسيز للسباينال كورد. الهيستولوجي بتاع الميدالوبلاستوما بيبقى في حاجه اسمها هومر رايت روزيتس، ودي عباره عن شكل ورد كده. اكتشفوا اثنين علماء، واحد اسمه هومر وواحد اسمه رايت، فسموها هومر رايت روزيتس. هم اساميهم مع غريبه الشكل، ويجوا بقى تحفظ انت بقى تلبس انت في كل الاسامي دي. يعني ما فيش حاجه اسمها مثلا احمد روزيتس، محمود روزيتس. الجدعان يا جماعه خلي يبقى في علماء عرب كده يسموا الحاجات باساميهم، خلي الاسامي تبقى حلوه كده. مين هومر رايت دول؟ غالبا المان او الله اعلم جنسيتهم ايه، بس الهومر رايت روزيتس اهي عامله شبه او شبهوها بالورد كده، الخلايا ما ملفوفه حوالين حته فاضيه كده تحس انها ورده، ودي ورده كمان اهي تمام. انا قلت لك بقى بتوع الباثولوجي يعني ربنا يكون معاهم يعني، بيقعدوا يتخيلوا حاجات غريبه قوي. بعد كده عندنا الاباندايموما. الاباندايموما ده اي بليف انها بناين تيومر برضو، بيطلع في الفورث فينتركل كذلك. ولو انت فاكر الاباندايموما ده كان بيطلع من خليه كده كنا قلناها زمان اسمها الابندايمال
سيلز، وقلنا انها بتفرز السي اس اف او سيريبرو سباينال فلويد. فمعنى ان حصل فيها تيومر معنى كده ان ايه السي اس اف هيزيد بزياده قوي، وده هيعمل ايه؟ هيعمل هيدرو كيفلس برضو. واعراض الهيدروكيفالس اللي هي ايه؟ الفوميتنج. تمام. ولو ضغط على السيربيلم هيعمل ايه؟ هيعمل ترانكال اتاكسيا. وللاسف الايباندايموما على الرغم من انه بناين تيومر له بور بروجنوزس. تمام. الهيستولوجي بتاعه بيتكون من ايباندايمال سيلز، والايباندايمال سيلز دي بتلف حوالين بعضها كده بحاجه اسمها بيري فاسكولار روزيتس او سودو روزيتس. سموها سودو روزيتس اللي هي يعني مش ورد قوي، او سودو روزيتس يعني هي عامله نفسها كانها ورد، فاهم؟ بري فاسكولار حوالين الايه الفاسكولار. هتلاقي اي بلاد فيسل بالشكل ده الخلايا مترصصه حواليه، عشان كده سموها سودو فاسكولار روزيتس. وبتطلع في الفورث فينتركل برضو زي ما انت شايف في الصوره دي هنا كده. تمام. هي دي الايباندايموما. بعد كده التيومر اللي بعده اللي هو الكرينيو فارنجيوما، وده تشايلد هود تيومر، بيبقى سوبرا تنتوريال. التنتوريوم ده او ليها اسم تاني اللي هو برضو من الاناتومي بتاع زمان، كانت السيلا ترسيكا، كانت عامله شبه ايه سرج الحصان كده، وكان البيتيوتري جلاند بتبقى قاعده فيها بالشكل ده. فدي الايه البريميتيف بتاع البيتيوتري جلاند اللي هتعمل البيتيوتري بعد كده. كان حاجه اسمها في الامبريولوجي كده، استغفر الله العظيم، الراثكس باوتش دي لو ما حصلهاش ديجنريشن وكونت الانتيريور بيتيوتري بتبقى عامله تيومر. التيومر ده اسمه كرينيو فارنجيوما، بيكون كالسيفايد تيومر، وبيعمل برضه بايتمبورال هيمي انوبيا لانه بيضغط على الاوبتيك كيازما. هتفهم الحته بتاعت بايتمبورال هيمي انوبيا دي بالتفصيل ان شاء الله في حصه السبيشال سينس لما اجي اتكلم على الفيجوال باسوي والكلام ده. انا كاتب لك هنا انها سوبرا سيلر ليجن اللي هو في السيلا ترسيكا، يعني بتبقى سوبرا سيلر ليجن. الهيستولوجي بتاعها بتكون درايفد من الراثكس باوتش، وبيبقى فيها كوليسترول كريستالز. مش عارف هم جايبين صوره ليها في الفيرست ايد ولا لا. هم جايبين صوره ليها في الفيرست ايد. تمام. ده شكلها في السي تي. تمام. وده شكلها في الهيستو باثولوجي. يعني تيومر واضح ان هو اجريسيف جدا، يعني ما فيهوش ديفرنشيتد سيلز كده، يعني ما تعرفش تشوف سيلز زي الناس كده في التيومر ده. فهو ايه معظم التيومرز اللي بتبقى من امبريولوجيكال اوريجين بيبقى شكلها غريب الشكل كده، فاهم؟ بعد كده الباينيال جلاند تيومر دي طالعه من الباينيال جلاند، والباينيال جلاند دي كانت ورا كده، كنا ذكرناها واحنا بنشرح الاناتومي او الاناتومي بتاع الفورث فينتركل. قلت لك في ظهر الفورث فينتركل كده في ظهر المظله كان في حاجه صغيره طالعه كده اسمها الباينيال جلاند. قلت لك ساعتها لو حصل فيها تيومر بتعمل حاجه اسمها البرينوت سيندروم. تمام. البرينوت سيندروم ده اللي هو كومبريشن على الدورزال ميدبرين، بيعمل تراياد من ابورد جيز بالسي، ان الشخص ده لما يجي يرفع عينه لفوق عينه تعلق. تمام. ويحصل له كونفرجنز ريتراكشن ستيجمس، لما يجي يبص على حاجه قريبه تلاقي عينه بتروح وتيجي، مش عارفه تركز على الحاجه اللي بيقراها او الحاجه اللي بيقربها من عينه. الى جانب بيبقى عنده حاجه اسمها ارجل روبرتسون بيوبل اللي هو لايت نير ديسوشيشن، ان هو البيوبل بتاعه بي اكوموديت بات نوت رياكت. بيأكوموديت يعني بيأكوموديت لما تقرب منه حاجه كده. تمام. بس مش بيرياكت تو لايت. لو جبت كشاف كده وضربته في عين العيان ما تلاقيش السايز بتاع البيوبل بيتغير، وده بيبقى عشان انت ضربت الدورزال ميد برين. والدورزال ميد برين كان فيه كلكعتين مهمين كده كنا جبنا سيرتهم واحنا بنشرح برضو البرين ستيم. قلنا ان هم السوبير كوليكولاي، ودول كانوا انفولفد في الباثوي بتاع اللايت ريفلكس. فاللايت ريفلكس للاسف بيروح لما الباينيال تيومر ده يبدا يضغط على التو سوبيريور كوليكولاي. الباينيال جلاند تيومر بيبقى اكسترا جونادال جيرم سيل تيومر. تمام. بينكريس في الانسيدنس في الميلز اكتر، وبيعمل برضه اوبستراكتيف هيدروكيفالس، بس هنا الاوبستراكشن بيبقى على الليفل اللي قبل الفورس فينتركل. فانت عندك ما فوق هو فانت عندك اللاترال فينتركل والثيرد فينتركل فيما فوق هما اللي بيحصل فيهم انتفاخ، اما الفورث فينتركل بيبقى نورمال. عشان ساعات بيسالوا في الحته السخيفه دي، بيختبر الكريتيكال ثينكينج، هل انت تعرف التيومر ده فين في الاناتومي، والسد هتبقى فين في ايه الفينتركل اللي هيتنفخ وايه الفينتركل مش هيتنفخ، وهكذا. يعني انا فاكر ان جالي سؤال عليها او في سؤال فيه اللي يورد على الحته السخيفه دي او بيختبر الحته الرخمه دي. وبس كده نكون خلصنا حصه البرين تيومرز.
ونشوفكم الحصه الجايه باذن الله.